قبل كم يوم في هاشتاج إيقاف العلاوة السنوية خرج لنا النائب الإخواني السابق محمد خالد الذي ينتمي إلى جمعية المنبر الإسلامية اللي هي الذراع السياسي لجمعية الإصلاح، وهم إخوان البحرين. طلع لنا هذا النائب السابق بتغريدة يقول فيها: حتى الفتات أخذتموه من فم الشعب، ضمن هاشتاج إيقاف العلاوة السنوية في البحرين. الآن هذا النائب يتحدث عن لقمة العيش للشعب، يذرف دموع التماسيح على قضية إيقاف العلاوة السنوية اللي أعلنت عنها الحكومة، واللي الآن يثار حولها جدل على مستوى الرأي العام، وهناك تحركات في مجلس النواب البحريني من أجل إيجاد حل لهذه القضية اللي أثارت الناس، والكثير من الناس رفض هذا الأمر وطالب بإعادة النظر فيه. طيب، مو مشكلة، هذا حراك سياسي، حراك شعبي، حراك في الرأي العام ضمن حدود وحرية المساحة المتاحة في البحرين في قضية التعبير عن الرأي وإبداء المواقف ومعالجتها ضمن أطرها الدستورية والتشريعية، وضمن أيضا ما يتاح لحرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين بأن يأخذ مداه في معالجة القضايا، تسليط الضوء على ما يعتبر، خلينا نقول، فساد، ما يعتبر انتهاك لحقوق الناس وإلى آخره. طيب، أنت الآن يا محمد خالد ماذا قدمت للشعب عندما كنت نائب بالبرلمان من 2002 إلى 2010؟ 8 سنوات أنت كنت نائب بالبرلمان. سؤالنا الآن: ما الذي قدمته؟ الآن أنت تستلم 80% من مكافأتك في مجلس النواب كراتب تقاعدي. أولا، إذا كنت صادق ويتهمك مصلحة الشعب وحريص على أموال الشعب، اطلع الحين وأعلن عن تنازلك عن راتبك التقاعدي. أعلن الحين إذا كنت صادق، وإذا كانت دموع التماسيح اللي تذرفها الآن على الشعب دموع حقيقية وليست دموع تماسيح، اطلع الحين وقول: أعلن عن تنازلي عن 80% اللي أستلمها شهريا من مجلس النواب كراتب تقاعدي. هذه واحد. 2، عندما كنت في مجلس النواب في 2007 وجرى التصويت على اقتطاع 1% من رواتب موظفي الدولة المسجلين في ديوان الخدمة المدنية، 1% هذه اللي قلتوا عنها انها راح تروح لصالح المتعطلين عن العمل. تعرف شنو 1% يقتطع من راتب موظفي الدولة شهريا؟ يعني 10 أضعاف وأكثر من 10 أضعاف العلاوة السنوية اللي أنت الآن قاعد تتباكى عليها. ليش رفعت صبعك في 2007 واقتطعت من رواتب موظفي الدولة البحرينيين 1%؟ إذا كنت صادق في نواياك الحالية وذرف دموع التماسيح على إيقاف العلاوة السنوية، عليك أن تقدم اعتذار فوري إلى الشعب البحريني على رفع صبعك. وقالت لك شبكة صوت البحرين: يعل صبعك القص اللي ارتفع من أجل اقتطاع لقمة عيش المواطن البحريني وأخذ 1% من راتبه شهريا. تعرف شنو شهريا؟ شهريا وليس سنويا. محمد خالد، ما تكتبه وتتفوه به لم يعد ينطلي على شعب البحرين. يا محمد خالد، احنا واعيين جدا الى كل الالاعيب اللي يقوم بها الحزبيين المؤدلجين من اجل اثارة السخط بين عموم الشعب. وثق وتأكد ان شعب البحرين لم تعد تنطلي عليه المسرحيات الهزلية اللي تقومون فيها انتوا كحزبيين تنتمون الى جمعيات دينية سياسية مؤدلجة هدفها مصالحها الخاصة وليس مصلحة الشعب. شعب البحرين أدرى بمصالحه، بعيدا عن تخرصاتكم وبعيدا عن ما تتفوهون به في محاولة لاستعطاف الشارع البحريني. الشارع البحريني لفظ
المؤدلجين الحزبيين، ورفض تجار الدين، ورفض المسيسين دينيا من أجل خدمة أجندة باتت معروفة لكل شعب البحرين. اتقوا الله في هذا الشعب، ولا تجعلوا من أنفسكم مسخرة من خلال ما تكتبون وتتفوهون به عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كفاية ضحك على الذقون وكفاية لعب على الناس. تدعون حرصا على قضية البيع الخمور والدعارة وما إلى ذلك، وتكتبون وتتفوهون وتتهجمون على قيادة البحرين وعلى المسؤولين في الدولة، وأنتم تذهبون إلى تركيا وتشاهدون هناك الخمور والدعارة تباع وتصنع، ولا تتكلمون ولا تتفوهون، بل تمدحون تركيا وحكومة تركيا. ليش؟ لأن من يحكم تركيا هم من جنسكم، هم من جماعة الإخوان المسلمين. والآن جايين على البحرين تريدون أن تفرغوا ما بجوفكم من أمور نعرفها جيدا وتعرفونها أنتم جيدا. كفاية الضحك على الذقون يا محمد خالد، وكفاية هذا التهريج الذي تقوم به عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما عادت حيلك تنطلي على الناس، ويكفي أنك أنهيت حياتك البرلمانية في 2010 بلكمة وجهها لك النائب جاسم الموالي ليجعلك أضحوكة لشعب البحرين، وفعلا كانت نهاية موفقة لك في مجلس النواب البحريني. انتهت حياتك ومسيرتك البرلمانية بلكمة أردتك أرضا.